السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا كنعرفوا بأن المغرب حاليا عنده تطلعات نحو المستقبل، وهذا الشيء دائما تنشروه على القناة ديالنا، وكنهضروا على المشاريع اللي خدام عليها المغرب وخدام عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله والتطلعات ديالو نحو المستقبل. فهذا الشيء اللي كنشوفوا فيه حاليا كيبين لنا بأن المغرب في المستقبل باغي يكون من الدول القوية صناعيا، لكن باقي عنده واحد المشكل اللي مازال ما تحلش، وهو قضية الصحراء. بالرغم من أن المغرب كيحكم الصحراء حاليا وما عمر شي واحد ما خرجوا منها، وما عمر شي واحد ما غادي يستطيع أنه يخرج المغرب من أرضه الصحراء، لكن مع ذلك لابد أنه ينهي هذا الملف هذا بصفة نهائية. من أجل هذا الملف هذا المغرب كيتوسع في العلاقات ديالو مع الدول لكي يعترفون بالسيادة المغربية على الصحراء، من أجل تقوية ملفه ومن أجل تقوية الدلائل ديالو، رغم أن التاريخ ورغم أن الحدود اللي كانت مرسومة من شحال هذه كتبين على أن الصحراء مغربية 100% بدون منازع، وما يجي حتى شي واحد يتفضل علينا ويقول لنا بأن المغرب مترامي على الصحراء. أبناء المغرب الوطنيين الأحرار هما اللي تقاتلوا على بلادهم حتى حروها من يد الإسبان. ما يجيش شي واحد من شردمة اليوم يقول لنا بأن الصحراء ليست مغربية. من أجل هذا المغرب يعمل شراكات في مجال الطاقة مع دول عظمى من أجل الدعامات الخارجية المغربية للصحراء. المغرب من جديد كيعاود يجدد العلاقات ديالو مع دولة عظمى في أوروبا، دولة اللي كيسميها العالم البقر الحلوب، دولة هولندا، اللي كانت العلاقات ديالها مع المغرب شبه مقطوعة لمدة 12 سنة، لكن في الأخير رئيس الوزراء الهولندي يزور المغرب. الرحمن الرحيم. المباحثات اللي جمعتني بالوزير الأول وصديقي السيد مارك روت، الوزير الأول بحكومة المملكة الهولندية، كتجي في إطار زيارة عمل يقوم بها المغرب مرفوقا بوفد هام من مسؤولين ورجال الأعمال. كانت مناسبة تحدثنا فيها عن سبل تعزيز الصداقة بين البلدين اللي كتمتد لأكثر من 4 قرون، والدفع بالتعاون الثنائي في مختلف الميادين. من بعد ربط العلاقات مع دول كبرى مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة البريطانية، اليوم المغرب يستعد لتوطيد العلاقات مع دولة أوروبية ليست بسهلة المراس، فهي بوابة أوروبا وتحتل المرتبة السادسة اقتصاديا على المستوى الأوروبي. زيادة على هذا الشيء هولندا ماشي غريبة على المغاربة، الجالية المغربية اللي كاينه في هولندا كثيرة بزاف، بل أن الرياضيين المشهورين مثل بدر هاري وأبو زعيتر والزياش واللعابة الكبار ديال الكرة وديال الكيك بوكسينغ المغاربة راهم نبعوا من هولندا. وبطبيعة الحال كيف ما قلنا بأن المغرب كيوسع العلاقات ديالو مع الدول من أجل ملف الصحراء، كذلك هولندا تعترف بمغربية الصحراء وبالسيادة الملكية المغربية على الأراضي الصحراوية. كيف ما قلنا بأن المغرب كيتوسع في العلاقات ديالو من أجل حل ملف الصحراء المغربية، فاليوم كذلك هذه الدولة العظيمة البقرة الحلوب هولندا تعترف كذلك بالسيادة الملكية المغربية على الأراضي الصحراوية، لكن راه ما اعترفتش بالسيادة المغربية على الصحراء غير هكاك، وإنما حتى هي بدورها راه عندها مصالح هنا في المغرب. صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم تستقبل صاحبة الجلالة الملكة ماكسيما ملكة هولندا، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية. هذا الاستقبال يندرج في إطار زيارة عمل تقوم بها للمغرب جلالة الملكة ماكسيما بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، بهدف زيادة تعزيز ودعم منجزات حققتها المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة في مجال الشمول المالي. المعروف في العلاقات الدوليه هو المصالح. الدوله اللي ما عندهاش فيك المصلحه راه ما ديرش معك علاقات وما تربطش معك العلاقات وما ديرش معك شراكات اقتصاديه وما تشوف جهتك، لان هاد الناس هادو ماديين. العلاقات الدوليه مبنيه على الماده ما مبنياش على الانسانيه، ماشي زعما حيت بقيتي فيا ولا حيت انت دوله نائيه ولا ما عندكش غادي نوض غنبدا نعطيك انايا دوك التبرعات ونعاونك غير هكاك لله في سبيل الله. وانما اي دوله عاونت شي دوله الا وعندها المصلحه ديالها تماك. شوف غير الازمات والحروب اللي كتوقع في العالم كلها دايره حول الماده، مثلا صناعه الفيروسات فهي من اجل المادة، خلق أزمات مالية فيها مصالح مادية، خلق وشن حروب بين الدول فيها مصالح مادية، إدماج المرأة في سوق الشغل فيه مصالح مادية. كاين شي حاجة سميتها حنفيا حنفك في عالم المادة. هولندا كيف ما كتشوف راسها بأنها هي بوابة أوروبا بميناء روتردام، فكذلك المغرب هو بوابة إفريقيا بميناء طنجيميد. وبما أن هولندا عندها مصالح هنا في إفريقيا وعندها استثمارات في القارة السمراء سواء في الدولة المغربية أو في دول إفريقية أخرى، فرا البوابة ديالها والطريق الوحيد اللي غدوز منه هو المغرب.
الحاله دي تكلمت في القناه على الهيدروجين الاخضر في المغرب، وبان المغرب غادي يكون مستقبلا من المنتجين ديال الهيدروجين الاخضر، بل انه غادي يكون من المصدرين ديال الهيدروجين الاخضر. وهضرنا على العلاقات البريطانيه المغربيه من اجل الطاقه النظيفه، فكذلك هولندا اليوم هي محتاجه الطاقه النظيفه، لان العالم من القدام كله غادي يتغير وكله غادي يولي يدور حول الهيدروجين الاخضر او ما يسمى بصديق البيئة. لذلك هولندا ما اعترفتش بالحكم الذاتي المغربي على الصحراء غير هكاك، وإنما كتشوف أن عندها المصالح ديالها في المملكة المغربية مستقبلا. شركة فوباك الهولندية دارت شراكة مع شركة مازين المغربية ديال الطاقة حول الطاقة المتجددة الهيدروجين الأخضر، وهذا هو علاش هولندا اعترفت بالسيادة المغربية على الصحراء، وكذلك جدات العلاقات ديالها، ورئيس الوزراء جا المغرب، الملكة ديالهم حتى هي جات المغرب من أجل الهيدروجين الأخضر، لأن المغرب عنده أنقى وأجود طاقة نظيفة. في الختام غادي نتكلم على المسؤولين المغاربة والضمير ديالهم، وكذلك حتى على الضمير ديال المواطن المغربي. واخا تنشوفوا ان المغرب كيتوسع في العلاقات ديالو وكيبني مصانع وكيشوف للامام وباغي يكون في المنافسه من المستقبل، ولكن لما تغيرش هذا راه ما عمرنا ما غادي نزيدوا للامام، لان هذوك الناس اللي مشاو بعيد راه ماشي فاتونا بالقرايه ولا فاتونا بالمعادن اللي عندهم. الا واحد عنده البترول، حنا عندنا الفوسفات، عندنا الكوبالت، عندنا الذهب، عندنا وعندنا، حتى حنا راه عندنا المعادن وعندنا الفلاح وعندنا بزاف ديال الحوايج اللي ما كاينينش في بلادات اخرين. ولكن الا ما تغيرش هذا راه ما عمرنا ما غادي نزيدوا للامام، لان حنا المشكل اللي باقي عندنا حاليا لا من ناحيه ديال المسؤول ولا من ناحيه ديال المواطن، هو نفسي. كل واحد تيشوف راسو، كل واحد تيحطب على قبل باش ياكل خبزته. ولا بقينا كنفكروا بالتفكير ديال نفسي، كل واحد كيجر غير لجهته، واللي تحط في شي بوست كيبدا ينهب بمجرد ما كتعطاه الفرصه ويجيب ليه هو ولادو، فراه دائما غادا تبقى تدور العجله في بلاصتو، ما عمرنا ما غادي نزيدوا للامام. التغيير كيبدا مني ومنك اخي المواطن، التغيير كيبدا من الشباب، حان وقت التغيير ولا بد من التضحيه، انه باش نشوفوا في المستقبل المغرب ظاهر، المغرب قوي اقتصاديا وفي جميع المجالات، فلا بد ما خصنا حنا نضحيو، ولا بد ما خصك انت اليوم تضحي باش الجيل اللي جاي موراك يلقى لها بنات مرصوصه اللي غادي يكمل البناء ديالها. اما الا جا لقاها مهدومه فكذلك هو غادي يمشي على نفس المنوال، وهكذا دوالي ستبقى البلاد. دمتم في رعايه الله مع اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله.